القلق لا يمنع ألم الغد، ولكنه يسرق متعة اليوم، فلا تحمل نفسك هموما لن تستفيد منها. وتذكر الحديث البخاري قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن. مدح الناس لك يدلك على جميل ستر الله عليك، فهم لا يعلمون منك إلا ما ظهر. كان أبو بكر الصديق إذا مدح قال: اللهم اجعلني خيرا مما يظنون واغفر لي ما لا يعلمون. من رحمة الله بنا أن جعل الأوجاع التي تصيبنا كفارة لذنوبنا وخطايانا. في سنن الترمذي يقول صلى الله عليه وسلم: فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض وما عليه خطيئة. تأملت في السنة فوجدت أن الأعمال الموجبة لدخول الجنة يسيرة جدا، لكن العبرة من الموفق. بلال وجبت له الجنة بركعتين يصليها كلما توضأ. من السنة إذا رأيت صاحبك مهموما أن تحدثه بما يزيل همه ويضحك سنه ويدخل السرور على قلبه. عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لا أقولن قولا يضحك النبي صلى الله عليه وسلم. المال ليست العبرة بكثرته ولا بقلته، العبرة بأمرين: أن يكون من طريق حلال وقناعتك به. كان من دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك. قد يتسلل في قلوبنا الخوف من المستقبل، فلندفعه بقول الله سبحانه: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. حسبه أي كافيه. فائدة: انتظار الفرج عبادة نؤجر عليها. كيف ذلك؟ لأنها مبنية على حسن الظن بالله. في سنن أبي داود يقول صلى الله عليه وسلم: إن حسن الظن من حسن العبادة. ثبت في الحديث عند البخاري أنه مجرد غمسة في الجنة تنسي صاحبها متاعب مصائب الدنيا، فإذا كانت هذه لذة الغمسة فكيف بلذة الخلود فيها؟ أبشر الذي يسعى في حوائج الناس ويقضيها وييسرها لهم بمغفرة الذنوب. في حديث أبي هريرة يقول صلى الله عليه وسلم: مر رجل بشوك في الطريق قال: لأميطنه حتى لا يضر مسلما، فغفر له. إذا كنت ممن يعلم الناس الخير في شؤون دينهم ودنياهم أبشرك، أهل السماء والأرض مشغولون بالاستغفار لك. عند الترمذي يقول صلى الله عليه وسلم: معلم الناس الخير يستغفر له أهل السماء والأرض. من الطبيعي جدا في هذه الدنيا أن تفوتك بعض الفرص ويحترق قلبك عليها. أطفئ هذا الحريق في قلبك بقول الله جل وعلا: عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها. الكلام السيء الذي يقال فيك يؤذي قائله ولا يؤذيك، وقد قيل قديما: من عرف نفسه ما ضره ما قال الناس عنه. خذ هذه النصيحة: لا ترخي أذنك لمن يريد أن يوغر صدرك على من تحب، وتذكر أنه من دعاء أهل الإيمان: ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. المتواضع بين حسنتين: الأولى حب الناس له، والثانية الرفعة التي ينالها عند الله. تقول أم عائشة رضي الله عنها: إنكم لتغفلون عن أفضل العبادة، التواضع. ترى مما يدفع العبد إلى أن يحمد الله على المصيبة علمه أن البلاء يذهب ساعات الخطايا. في حديث أبي هريرة يقول صلى الله عليه وسلم: وصب المؤمن كفارة لخطاياه. الوصب التعب والألم. من الإيمان أن تحزن على فوات الطاعة. قال الله عن بعض الصحابة الذين عجزوا عن المشاركة في غزوة تبوك والإنفاق: تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. مهمة الساقطين إلصاق المعايب في أبرياء الناس. في الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: شرار عباد الله الملتمسون في البراء العيب. من أراد أن يحيا تحت ستر الله فلا يكشف ستر أحد. جاء في الشعر الشعبي قول أحدهم: استر على الناس ترى الوقت دوار، يمكن يلف تطلب الستر منهم. ينبغي أن نترفق في كلماتنا وأفعالنا تجاه الآخرين. قلوب الناس والله إنها مليئة بما يكفيها. في صحيح مسلم يقول صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. إن أذنبت فتب، وإن أسأت فاستغفر، وإن أخطأت فأصلح، فالرحمة واسعة والغفران جم والتوبة مقبولة. قال سبحانه: ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. حتى تدرك نفاق هذا العالم الدولي تأمل إليه حينما يضج على حادثة فرنسا ويسكت عن آلاف القتلى من المسلمين.
دماؤهم دماء ودماؤنا ماء. مجرد سؤال: كيف لا تملك نفسا راضية وربك سبحانه يقول سيجعل الله بعد عسر يسرا؟ المؤمن حسن الجواب طيب الرد. قيل للعباس بن عبد المطلب: أأنت أكبر أم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: هو أكبر ولكني ولدت قبله. لم أكن يوما من داعش ولا داعما لهم، إنما حملت لواء نصرة المستضعفين في أرض الشام، فمن اتهمني عن جهل عفى الله عنه، ومن اتهمني وهو يعلم فبيني وبينه الله. لطائف الله وإن طال المدى كلمحة الطرف إذا الطرف سجى، كم فرج بعد إياس قد أتى وكم سرور قد أتى بعد الأسى. الله سبحانه بعد أن ذكر كفر النصارى قال: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. فإذا كان سبحانه يعرض رحمته على من كفر به، فكيف رحمته بمن آمن به؟ من علامات الخائب أن تراه شديدا غليظا على الناس. في حديث أسامة بن شريك يقول صلى الله عليه وسلم: خاب عبد وخسر لم يجعل الله في قلبه رحمة للبشر. فائدة: لا تبخل بمشاعرك الطيبة تجاه من تحب. في الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: إذا أحب أحدكم أخاه فليعلنه فإنه أبقى في الألفة وأثبت في المودة. أعمالك الصالحة يكفيك علم الله بها دون الخلق. عمر بن الخطاب ذكروا له أسماء شهداء في معركة ثم قالوا: وأسماء لا تعرفها، فدمعت عين عمر وقال: لكن الله يعلمهم. الإنسان السمح الهين اللين ينال أولا رضا الله وثانيا كثرة محبيه. في الحديث عند الترمذي يقول صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بمن تحرم عليه النار؟ على كل قريب هين سهل. عاهد نفسك ألا تتكلم عن مسلم بسوء. حين أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم رأى في النار أقواما يأكلون الجيف، فقال: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس. ديننا عظيم لا يدعو إلى الأنانية وأن الإنسان يعيش لنفسه فقط. حتى في الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: ما آمن بي من بات شبعان وجاره جائع. بعض الناس عبارة عن بركة تسير على الأرض بخلقه الحسن بتودده إلى الناس، وهذه نعمة من الله عظيمة. ولذلك قال عيسى في معرض ذكر منة الله عليه قال: وجعلني مباركا أينما كنت. في حديث أسماء يقول صلى الله عليه وسلم: من أصابه هم أو غم أو شدة فيقول: الله ربي لا شريك له، إلا كشف عنه. أحيانا يأخذني تخوف من أمر مستقبلي، فأتذكر مقولة ابن عمر: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. فائدة هذه المقولة: عش في حدود يومك تسقط هذه الأحزان كلها. الإنسان إذا رفعه الله بعلم أو جاه أو مال فلا ينبغي له أن يترفع على عباد الله. النبي عليه الصلاة والسلام يقول عبد الله بن أبي أوفى: كان لا يأنف لا يتكبر أن يمشي مع الأرملة والمسكينة فيقضي لها الحاجة. كنت في زيارة مريض ممن وسع الله عليه في الدنيا، فما زاد على قوله: ما أبي إلا العافية. صدق، أشهد أنها نعمة. في مسند أحمد يقول صلى الله عليه وسلم: لم يعطى عبد شيئا أفضل من العافية. نفوس جميلة تلك التي لا تنكر المعروف رغم شدة الخلاف. في البخاري ومسلم يقول صلى الله عليه وسلم: إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. الألد الخصم المبالغ في الخصومة، والحر من راعى وداد لحظة. كن مصدر إسعاد لمن حولك ولو بكلمة. حين أدركت الخشية أبا بكر الصديق وهو في الغار والكفار يتربصون بهم، قال له النبي عليه الصلاة والسلام: لا تحزن إن الله معنا. ينبغي أن نترفق في كلماتنا وأفعالنا تجاه الآخرين. قلوب الناس والله إنها مليئة بما يكفيها. في صحيح مسلم يقول صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. يقول سبحانه: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. كثير من الخلافات والنزاعات بيننا تنشأ بسبب إهمال هذه الوصية. لا تأسف على المصيبة، فالذي قدرها عنده أجر عظيم وجنة وعوض. يقول سبحانه في جزاء الصابرين: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. الله سبحانه من أسمائه الحسنى المجيب، فلو دعاه كل الخلائق فأجاب دعاءهم وحقق رجاءهم ما نقص ذلك من ملكه شيئا.
فلماذا تظن دائما أنه لن يستجيب لك؟ من جميل ما قرأت للشيخ الأديب علي الطنطاوي رحمه الله قوله: الناس يقبلونك لمحاسنك فقط، وأمك تقبلك بمحاسنك ومساوئك. قلت أنا فأيهما أولى بالبر والإحسان؟ من رحمة الله بنا أننا نؤجر على مجرد النية في فعل الخير. في صحيح البخاري يقول صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه: فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله له حسنة كاملة. الله سبحانه يمتن على موسى عليه السلام بقوله: فرجعناك إلى أمك. حين تضطرب عليك أمور الدنيا لا يوجد أحن عليك من قلب أمك. يقول أحد حكماء الغرب: قلب الأم من عجائب خلق الله. التسبيح يمحق السيئات. جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه بسند صحيح أنه كان يسبح في كل يوم 12,000 تسبيحة، فقيل له: ما لك تكثر؟ قال: أسبح على قدر ذنوبي. ما قدره الله لك مما لا يعجبك ظاهره قد يكون في باطنه خير إن شاء الله. صحابية أصيبت بحمى قالت: قاتل الله الحمى، فقال عليه الصلاة والسلام: لا تسب الحمى فإنها تذهب خطايا بني آدم. احذر من أن تتهم مسلما بباطل وبما ليس فيه، فإن الموعد بين يدي الله يوم القيامة حين تطالب بالدليل والبينة. يقول سبحانه: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. لو جلست تتذكر إساءة الناس لك فلن تصفو عندك المودة حتى لأقرب الناس، فغض الطرف وتغافل عن الزلات واعتمد النسيان كي تسعد بمن هم حولك. الناس يكرهون من يعاملهم باستحقار واستعلاء مهما عظمت مكانته في قلوبهم. عند أحمد والترمذي وغيرهما يقول صلى الله عليه وسلم: من مات وهو بريء من الكبر دخل الجنة. قد تعجز من أن تنفع إنسانا وتدخل السرور على قلبه، لكن أبشرك تراك مأجور بمجرد أن تكف أذاك عنه. في صحيح مسلم قال رجل: يا رسول الله أي المسلمين خير؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. من الأمور التي تعلمتها أن طريق القمة واسع جدا، يسعني ويسعك، ولكن المشكلة أننا نضيقه بيننا بالحسد. فائدة من موجبات دخول الجنة أن تملك قلبا يرحم الناس. في صحيح مسلم يقول صلى الله عليه وسلم: أهل الجنة 3، وذكر منهم: ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم. يعرف قيمة العافية من أسهره المرض. زيارة المرضى تجعلك تدرك قيمة هذه النعمة التي عندك. صح من دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك العافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. لا تعبث بأعراض الناس وسمعتهم طعنا وازدراء، فقد يدعو عليك أحدهم بدعوة لا ترد. أذكرني قرأت حديث ابن عمر يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام: اتقوا دعوة المظلوم فإنها تصعد إلى السماء كأنها شرارة. لا تحزن على شيء فقدته، فربما لو ملكته لكان الحزن أكبر. أقدار الله التي تقع عليك تحبها تكرهها، انظر إليها بمنظار قوله سبحانه: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فائدة. يقول الماوردي رحمه الله: الإخوان 3 طبقات: طبقة كالغذاء لا يستغنى عنها أبدا، وطبقة كالدواء يحتاج إليها أحيانا، وطبقة كالداء لا يحتاج إليها أبدا. أن تملك نفسا طيبة باسمة راضية ترى خير لك من المال والمنصب. أذكرني قرأت حديث عند ابن ماجه يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام: وطيب النفس من النعيم. من بركات الدعاء أنه سبب لنجاتك من نار جهنم. قال أهل الجنة عند دخولها: فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه. في الحديث: وشركم من طال عمره وساء عمله. لماذا هذا شر الناس؟ لأنه كل لحظة تمر عليك تقترب فيها خطوة إلى القبر وينقطع عملك، وهذا من أعظم ما يدفع العبد إلى الزيادة من الصالحات لا إلى النقصان. السلام عليكم. دائما في كلامك ابحث وانظر في الكلام الحسن، وانتقي أحسنه ثم قله. يقول سبحانه: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن. دخل الخليفة دار رجل فقال: أيهما أجمل، داركم أو دار أمير المؤمنين؟ فقال الرجل: دارنا إذا كان فيها أمير المؤمنين. اقتناص القلوب قد يكون بكلمة. فائدة. من أسباب سعة الرزق الإحسان إلى ضعفاء الناس ومساكينهم. في سنن الترمذي يقول صلى الله عليه وسلم: أبغوني ضعفاءكم فإنما ترزقون بهم وتنصرون. أعظم ما يضيع حسنات العبد لسانه.
جاء في حديث يجود إسناده بعض أهل العلم يقول فيه صلى الله عليه وسلم: أكثر خطايا ابن آدم في لسانه. يقول ابن عباس: صاحب المعروف لا يقع إلا متكئا، بمعنى أن الإنسان في حال رخائه إذا كان محسنا إلى الناس، إذا وقعت عليه الشدة سيجد أفواجا من الخلق يكونون معه. روى البخاري أثرا في الأدب المفرد أنه كان يقال: من سمع بفاحشة فأفشاها بلسانه كان في إثمها كالذي فعلها. يا جماعة، اقتلوا الشر بالسكوت والإعراض عنه. دعاؤك لأخيك في ظهر الغيب هو دعاء لك. في صحيح مسلم يقول صلى الله عليه وسلم: دعوة المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة، وعلى رأسه ملك، كلما دعا بخير قال الملك ولك بمثل. من موجبات محبة الله للعبد أن يحرص على ستر حسناته كما يحرص على ستر سيئاته. في صحيح مسلم يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. في سنن الترمذي يقول صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له نخلة في الجنة. تأمل سهولة العمل وعظم تفريطنا. يا سلام على هذا الحديث العظيم. في سنن الترمذي يقول صلى الله عليه وسلم: معلم الناس الخير يستغفر له كل شيء، الحيتان في بحرها والنمل في جحره. الله لا يتعاظمه ما يعطيه، كل أمنياتك على الله هينة. في الحديث عند ابن حبان يقول صلى الله عليه وسلم: إذا سأل أحدكم فليكثر فإنما يسأل ربه. إذا أردت أن يلين قلبك خذ هذه الطريقة المجربة والثابتة في السنة. قال صلى الله عليه وسلم لرجل: إذا أردت أن يلين قلبك فأطعم المسكين وامسح رأس اليتيم. لماذا نحمد الله على المصائب؟ لماذا نصبر على تأخر ساعة الفرج؟ باختصار: لأن اختيار الله لنا خير من اختيارنا لأنفسنا. يقول سبحانه: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. كما تتصور أن العبادة في فعل الطاعات، ترى كذلك من العبادة أنك تكف شرك وأذاك عن الناس. في البخاري ومسلم قال صلى الله عليه وسلم لرجل: وتكف شرك عن الناس فإنها صدقة منك على نفسك. من خلال التجربة في وسائل التواصل تويتر وانستغرام وجدت أن أفضل رد على الإساءة تجاهلها، ولذا قال سبحانه في صفات عباد الرحمن: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. سلاما أي إعراضا وصفحا. الله أكبر. وأنت تصلي تذكر حديث ابن عمر يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام: إذا قام العبد يصلي أتي بذنوبه كلها فوضعت على رأسه وعاتقه، كلما سجد وركع تساقطت عنه. جاء في سنن أبي داود من حديث عمر أنه قال: كان صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله من فتنة الصدر. فتنة الصدر الحقد والحسد والغل، فسماها صلى الله عليه وسلم فتنة وتعوذ بالله منها. من وفق إلى أن يرفع يديه إلى السماء لن يخيب. عند الترمذي وغيره يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله حيي كريم ستير يستحي إذا رفع العبد إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. هل تظن أنك ستمهل حتى تقضي معصيتك؟ أنت واهم، قد تخرج روحك الآن وأنت تفعلها. يقول سبحانه: ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها. في الحديث عند الطبراني يقول صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما لم يتحاسدوا. وقد قال قديما أحد حكماء العرب: الحياة أقصر من أن نقصرها بيننا بالشحناء. أي إيذاء أعظم من تتبع عورات الناس والبحث عن مساوئهم وإظهار ما ستر الله من ذنوبهم. يقول سبحانه: ولا تجسسوا. ويقول: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. كل سيئة تنشرها بين الناس فعليك إثم من رآها، فلا تحمل ظهرك وزر غيرك. في صحيح مسلم يقول صلى الله عليه وسلم: ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه. جاء حكيم إلى رجل يشتكي الفقر فقال له: تبيعني بصرك ب100,000؟ قال: لا. قال: يدك ب100,000؟ قال: لا. قال: رجلك ب100,000؟ قال: لا. قال: يا هذا عليك ديون كثيرة وحقوق مثبتة فأد شكرها. مكتوب في الحكمة: ليكن وجهك بسطا وكلمتك طيبة تكن أحب إلى الناس من الذي يعطيهم العطاء. رجل لعمرو بن عبيد: إني لأرحمك مما يقول الناس فيك. فقال عمرو: فما تسمعني أقول فيهم؟
قال ما سمعتك تقول إلا خيرا. فقال عمرو إياهم فرحا. تأملت في السنة النبوية فوجدت أن من يصنع المعروف للناس يبشر بثلاث عطايا: الأولى يغفر الله ذنبه، الثانية يستر عيبه، الثالثة يفرج الله همه وكربه. من السنة الانبساط إلى الصغار والسلام عليهم والمسح على رؤوسهم. في الصحيحين عن أنس قال مر صلى الله عليه وسلم على صبية صغار فقال السلام عليكم. بعض من يتكلم في نوايا الناس تشعر كأنه وحده هو المخلص، ولذلك قلت مرة لأحدهم ناصحا: لا تبحر في نوايا الناس، أنت من سيغرق. في صحيح البخاري يقول صلى الله عليه وسلم: إني لم أؤمر أن أنقب عن صدور الناس ولا أشق عن بطونهم. ألا قل لمن كان لي حاسدا أتدري على من أسأت الأدب؟ أسأت على الله في فعله لأنك لم ترضى لي ما وهب. قرأت حديثا يحسنه بعض أهل العلم عن جابر يقول صلى الله عليه وسلم: لو هرب ابن آدم من رزقه كما يهرب من الموت لأدركه رزقه كما يدركه الموت. يا كرام، الصلاة خير أداة لبث الأمن في النفوس والراحة في الأعصاب. في مسند أحمد يقول صلى الله عليه وسلم: يا بلال أقم الصلاة أرحنا بها. قرأت مرة للشيخ ابن سعدي يقول: ومن الأسباب التي تزيل الهم والغم والقلق الإحسان إلى الخلق بالقول والفعل. يقول سبحانه عن الملائكة: ويستغفرون للذين آمنوا. أنت مؤمن، أشهد أنك كريم على الله سبحانه وتعالى، تنام على فراشك والملائكة تستغفر لك. كم من قضاء قضاه الله سبحانه وتعالى علينا بكينا أوله وكان آخره الخير الكثير. تأمل في سورة الكهف: سفينة المساكين لولا مصيبة خرقها لهلكوا جميعا. جميل جدا أنك تعلم الناس الخير، لكن هل عملت به؟ في حديث يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يعلم الناس الخير وينسى نفسه كمثل السراج يضيء للناس ويحرق نفسه. فائدة: من أكثر الأمور التي تفسد أعمالك الصالحة سوء أخلاقك مع الناس. ورد في حديث يحسن بعض العلم يقول صلى الله عليه وسلم: وإن سوء الخلق ليفسد العمل كما يفسد الخل العسل. يقول محمد بن المنكدر: بت ليلة أغمز رجل أمي وبات أخي عمر يقيم الليل. يقول ابن المنكدر: فوالله إن ليلتي أحب إلي من ليلته. الله يعفو عنا تقصيرنا. فائدة: التسامح ليس مجرد مكرمة نقدمها للآخرين بقدر ما هي وصفة لراحة القلب نقدمها لأنفسنا. لا يصلح عند أدنى اختلاف مع أخيك أن تستحضر الإرشيف الأسود لزلاته وهثوات. هذه من علامات النفاق. في الصحيحين قال: آية المنافق 3 منها وإذا خاصم فجر. طعن الناس فيك لا يضرك أبدا إلا إذا اهتممت به وألقيت له بالا. أحد الأعراب قام يسبه رجل سبا مقدعا فقال: إياك أعني. قال الأعرابي: وعنك أعرض. الله الذي خلقك ورزقك دون أن تطلبه أفلا يهديك وأنت تطلبه وتبكي بين يديه؟ يقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. كثير من الآباء والأمهات يخشون على أبنائهم من مستقبل الدنيا ولا يخشون عليهم من مستقبل الآخرة. من فضل الله على العبد أن ألسنة الناس تذكره بخير. إبراهيم عليه السلام سأل الله فقال: واجعل لي لسان صدق في الآخرين، يعني اجعل لي ذكرا وثناء حسنا بين الناس. فائدة: الصدقة من مفاتيح تيسير أمورك. يقول سبحانه وتعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. يقول الله سبحانه وتعالى عن إبراهيم: وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدي. إذا ضاقت عليك الدنيا اذهب إلى ربك. يجوز للعبد أن يطلب محبة الناس وأن يسعى إليها. في صحيح مسلم أبو هريرة قال لنبينا صلى الله عليه وسلم: ادعو الله أن يحببني أنا وأمي إلى المؤمنين وأن يحبب المؤمنين إلينا. إذا ما أعانك الله على الكلمة الطيبة تجاه إخوانك فلا تؤذهم بكلامك الجارح. في حديث ابن عمر يقول صلى الله عليه وسلم: لا تؤذوا المسلمين ولا تعيروهم. الله، يا ليتنا نعمل بذا المبدأ في مجالسنا. الربيع بن خثيم قيل له: ما نراك تغتاب أحدا؟ قال: لست عن نفسي راضيا حتى أتفرغ لذم الناس.
يقول سبحانه: ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم. رأيت مقطع فيه منكر، هذه زلة، الله يغفر لك، لكن ما الداعي لنشرها بين الناس وتحمل في رقبتك أوزارهم يوم القيامة؟ من يسبك ويشتمك إنما يسيء لنفسه قبل أن يسيء إليك. قال رجل لأبي بكر الصديق رضي الله عنه: والله لا أشتمنك شتما يدخل معك قبرك. فقال الصديق: إنما يدخل معك ولا يدخل معي. اليوم الخميس في الحديث تفتح أبواب الجنة يومي الاثنين والخميس، فيغفر لكل أحد إلا مشرك ورجل بينه وبين أخ له شحنة. اليوم بادر بإنهاء الخصومة مع إخوانك لتغفر ذنوبك. من صور فضل الله علينا أن العبد إذا عقد النية على فعل حسنة فإنها تكتب له حسنة وإن لم يفعلها، وإذا عقد النية على فعل السيئة فلا تكتب حتى يفعلها. جميل جدا أن يصوم قلبك عن الأحقاد والحسد وكل ما يجرح صفاء قلبك. روعة الفرج أنه يأتي فجأة ومن الطريق الذي لا يخطر على بالك. يقول سبحانه: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. في الحديث عند الترمذي يقول صلى الله عليه وسلم: من فتح له منكم باب الدعاء فتحت له أبواب الرحمة. ادعوا الله الآن وانغمس في رحماته. إذا مرضت فتذكر هذا الحديث. يقول صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم ولا مسلمة ولا مؤمن ولا مؤمنة يمرض مرضا إلا كفر الله عنه من خطاياه. الشيخ عبد الرحمن الصميط عليه من الله شآبيب الرحمة يقول: من خلال تجارب الدعوية في أفريقيا لأكثر من ربع قرن 25 سنة وجدت أن أفضل وسائل الدعوة المعاملة الحسنة. إذا غلبك الهم وضاق صدرك عليك بهذا الدعاء. في سنن أبي داود قال صلى الله عليه وسلم لأسماء: ألا أعلمك كلمات تقولينهن عند الكرب؟ قال: الله ربي لا أشرك به شيئا. تفقد إخوانك بالسؤال عنهم وبالزيارة، فإن طول العهد يضعف المودة، ولذلك قيل في الحكمة: لا تقصر في حق إخوانك اعتمادا على محبتهم، وحسن العهد من الإيمان. إلى المتخصصين في جرح القلوب: اشتغلوا بإصلاح عيوبكم واتركوا عباد الله. في الحديث عند الترمذي يقول صلى الله عليه وسلم: لا تؤذوا المسلمين ولا تعيروهم ولا تتبعوا عوراتهم. حتى يجيب الله دعوتك فعليك أن تنقي طريقها من الذنوب والمعاصي. في دعاء سليمان عليه السلام قال: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، فسأل الله المغفرة أولا. بعضنا يستحي أن يرفع يديه إلى الله بالدعاء بحجة أنه كثير الذنوب. الله استجاب لإبليس دعاءه، قال: رب فأنظرني إلى يوم يبعثون، قال: فإنك من المنظرين، أفلا يستجيب الله إلى دعواتك؟ مهموم. يقول ابن الجوزي رحمه الله تعالى: رأيت سبب الهموم والغموم في أمرين: الإعراض عن الله والإقبال على الدنيا. الإحسان إلى الضعفاء والفقراء من أسباب النجاة من عذاب الله يوم القيامة. قال الله جل وعلا سائلا أصحاب النار: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. فائدة ذكرها ابن القيم في أحد كتبه، وهي أن تأخير التوبة من الذنب ذنب آخر يحتاج إلى توبة. القبر ضيق جدا، لكن أعمالك الحسنة ستفتح لك نافذة لترى مقعدك في الجنة، فأكثروا من الصالحات. الله يحسن لنا ولكم الخاتمة. أشار صلى الله عليه وسلم على قبر ثم قال: ركعتان أحب إليه من بقية دنياكم. نترك صلاة التراويح ونتسلل من بعض الركعات بالرغم أنه لا ينفعنا في القبر إلا مثل هذه الأعمال. المؤمنون كنفس واحدة. في هذه اللحظات التي أحدثكم بها يقصف أهل غزة، نشاركهم بأموالنا، بمناصرتنا، بدعائنا، بكلماتنا، نسأل الله لهم النصر العاجل. كل أمر يقع عليك تحبه أو تكرهه فهو خير لك. في مسند أحمد يقول صلى الله عليه وسلم: وليس كل أحد أمره كله خير إلا المؤمن. وجدت كرام كثير من خصومات الناس التي تقع سببها غياب عنصر التثبت. يقول الله سبحانه وتعالى: فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. كلنا محملون بالذنوب، ولولا رداء من الله اسمه الستر لانحنت رؤوسنا من شدة الخجل.
ومن أراد أن يعيش تحت ستر الله فلا يكشف ستر أحد. جاء عند الترمذي على ضعف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تظهر الشماتة بأخيك فيرحمه الله ويبتليك، إذ أن الأصل في المؤمن أنه مرآة لأخيه المؤمن، إذا رأى فيه عيبا أصلحه. الله من أسمائه الحسنى الجبار، من معاني هذا الاسم أنه سبحانه يجبر كسر عباده ويجبر مصابهم بالأجر والعوض من عنده. نسأل الله أن يجبر كسر إخواننا في بورما وغزة والشام. الله سبحانه وتعالى من أسمائه الحسنى الحفيظ، فإذا كان الله معك فمن عليك، وإذا كان عليك فمن معك. فائدة: من أسباب سعة الرزق الإحسان إلى ضعفاء المسلمين ومساكينهم. في سنن الترمذي وغيره يقول صلى الله عليه وسلم: أبغوني ضعفاءكم فإنما ترزقون وتنصرون بهم. يقول سبحانه: وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. أغلق ما شئت من الأبواب في خلواتك، الله يراك، بل ويملك نفسك التي بين جنبيك ويقبضها متى شاء، فأحسن مراقبة العليم سبحانه. رائعة من روائع الدكتور محمد النابلسي يقول فيها: من آثر الدنيا على الآخرة خسرهما معا، ومن آثر الآخرة على الدنيا ربحهما معا، فالذي يؤثر الآخرة يعد أكبر تاجر. لا يضرك سب الناس وشتمهم فيك وطعنهم، لا يضرك شيئا أبدا بقدر أذاهم تأخذ من حسناتهم. إذا غرك منصبك ترى فرعون ملك مصر، وإذا غرك المال قارون عنده من المال ما لا يحصيه إلا الله. العبرة بما وقر في قلبك من الإيمان وعلى جوارحك من العمل الصالح. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. تتنزل عليك رحمات المولى بقدر إحسانك إلى الخلق. يقول سبحانه: إن رحمة الله قريب من المحسنين. مما يتنعم به أهل الجنة سلامة الصدر. قال سبحانه: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا، فمن سلم صدره في الدنيا تعجل شيئا من نعيم الجنة. فائدة ذكرها ابن القيم أنه من علامات التواضع أن تقبل اعتذار من يعتذر إليك. الحسن البصري قال: لو أن رجلا شتمني في أذني هذه واعتذر في الأخرى لقبلت عذره. رجل من السلف يقال له أبو سفيان بن حرب نال مكانة في أوساط الناس، فقيل له: بما نلت هذا الشرف أي هذا العلو؟ قال: ما خاصمت أحدا إلا جعلت بيننا للصلح موضعا. النصيحة ثقيلة على المنصوح على كل حال، فلا نزدها ثقلا بسوء أخلاقنا. إذا كان الله أمر موسى بقوله فقول له قولا لينا، هذا في حق فرعون، فما بالك بأخيك المسلم. قال سفيان: البشاشة مصيدة المودة، أي أن الإنسان يكسب بطلاقة وجهه مودة الناس، وخير من ذلك ما قاله صلى الله عليه وسلم: المؤمن يألف ويؤلف. يقول سبحانه: وقفوهم إنهم مسؤولون. نزل مقطع في الانستغرام، اكتب تغريدة في تويتر، اكتب مقالة، تذكر فقط أنك مسؤول. نسأل الله أن يصلح لنا ولكم الأعمال والأقوال. تريد أن يكشف الله همك وينفس كربك أكثر من الصلاة على نبينا صلى الله عليه وسلم. قال أبي بن كعب: يا رسول الله أجعل لك صلاتي كلها؟ قال: إذن تكفى همك ويغفر ذنبك. إذا كان الواحد غليظا لا يترفق في كلماته ولا في تصرفاته فاعلم أنه محروم من الخير. في صحيح مسلم يقول صلى الله عليه وسلم: من حرم الرفق حرم الخير. يرى منك كل خير ثم يسمع عنك شرا فيحكم عليك بما سمع عنك لا بما رأى منك. في سنن أبي داود يقول صلى الله عليه وسلم: بئس مطية الرجل زعموا قالوا وقيل سمعنا. سيرتك الحسنة خير من يدافع عنك بظهر الغيب. لذلك قالت صويحبات يوسف عليه السلام: قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء. مما يدفع العبد إلى سؤال الله حسن الخاتمة والسعي لها قوله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: يبعث كل عبد أي يوم القيامة يبعث كل عبد على ما مات عليه. نسأل الله حسن الخاتمة. إذا تكلم الناس عنك بسوء فأنت بين أمرين: إما أن يكون الكلام حقا فتصلح من نفسك، وإذا كان الكلام باطلا فقل الحمد لله، حسنات ساقها الله إليك بدون تعب. الأماني كثيرة، لكن أعظم أمنية أن تموت مسلما. يوسف عليه السلام آتاه الله ملكا عظيما، قال: ربي قد آتيتني من الملك، ومع ذلك أعظم أمنية كان يسعى إليها
توفني مسلما وألحقني بالصالحين. الله سبحانه من أسمائه الوهاب، حتى ترى آثار هذا الاسم. انظر إلى النعم المثبتة عندك في بدنك، هل تستطيع عدها أو حصرها؟ ومن حسن ضيافة هذه النعم أن تشكر لله. من سنة 1980 إلى عام 2013 قتلت أمريكا ما يقارب 8,800,000 مسلم في 26 دولة. فمن الذي يرعى الإرهاب في العالم؟ الجدال في مجالسنا غالبا ما يفتقد للعلم والأدب، فتراه مجلبة للعداوة وفساد القلوب والخصومة بين المتحابين، والسنة والهدى في تركه والإعراض عنه. يقول علي الطنطاوي رحمه الله في ذكرياته: الإنسان يزهد فيما وجد ويشتهي ما فقد. صدق. تأمل في النعم المثبتة عندنا كيف أننا لا ندرك عظم قيمتها إلا عند فقدها. من فضائل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أنها سبب لكفاية العبد ما أهمه. قال أبي للنبي عليه الصلاة والسلام: أجعل لك صلاتي كلها. قال: إذا تكفى همك ويغفر ذنبك. ترى في كل يوم وليلة عندك فرصة ليستجيب الله لدعائك ويعتقك من النار. في مسند أحمد يقول صلى الله عليه وسلم: إن لله في كل يوم وليلة عتقاء، ولكل واحد منهم دعوة مستجابة. في المجتمع سلبيات وأخطاء مدفونة مغمورة تطفو على السطح حين نبالغ في إنكارها وتضخيمها. ولذلك يروى عن عمر رضي الله عنه أنه قال: أميت الباطل بالسكوت عنه. من جميل ما ينسب إلى الشعراوي أنه قال: إذا كنت لا تعرف عنوان رزقك فرزقك يعرف عنوانك. وخير من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: لو هرب ابن آدم من رزقه كما يهرب من الموت لأدركه رزقه كما يدركه الموت. إذا أحسنت إلى مخلوق في الدنيا حتى ولو كان حيوانا فالنتيجة إحسان الله إليك في الدنيا والآخرة. قال صحابي: يا رسول الله إني لأرحم الشاة أن أذبحها. فقال عليه الصلاة والسلام: والشاة إن رحمتها رحمك الله. في خبر سليمان عليه السلام مع النملة قال سبحانه: فتبسم ضاحكا من قولها. الابتسامة حدث جميل، ولذلك استحق أن يسجله القرآن. لا تجعل ذنوبك تخدش حسن ظنك بالله. في حديث يحسنه بعض أهل العلم يقول صلى الله عليه وسلم: لو تعلمون قدر رحمة الله لاتكلتم عليها. أقاموا مأتما لبني فرنسا، وفي الإعلام كم شقت جيوب، ويقتل في بلاد الشام شعب فلا دمع عليه ولا نحيب. ضاق صدري بمصيبة قدرها الله علي، فقرأت من كلام ربي سبحانه ما يعطيني الأمل بأن القادم أفضل. يقول سبحانه: لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا.